من الكيكات الحلوة جدا كيكة الروان، بتبقى كيكة جميلة جدا، ميكس كده ما بين البسبوسة والكيك، طعمها تحفة. وكمان بتبقى مسقية شربات، بجد طعمها روعة، طرية وهشة وخفيفة وجميلة جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو أول مرة تشوفوني أنا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف عملنا الكيكة الجميلة دي ازاي. اول حاجة هعمل السيرب. عندي كوبايتين سكر، هحط عليهم كوبايتين الا ربع مية بنفس الكوباية، عصرة ليمونة وشوية فانيلا. وهدوب السكر كده مع المية عشان ساعات بيبقى فيه رواسي كده بعد ما بيغلي. بعد كده هاخدهم على النار، اول ما يغلي هسيبه من 7 ل8 دقايق، بعد كده هطفي عليه. عندي بقى مقادير الكيكة: 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، عليهم نص معلقة فانيلا، كوباية الا ربع سكر، وانا كان السكر بالنسبة لي مظبوط جدا. لو انتوا حابينها مسكرة حطوا كوباية كاملة. وحطيت معلقة خل، وهبتدي اضربهم بالمضرب كده، ممكن في الخلاط او بالمضرب اليدوي براحتكم. انا هفضل اضرب فيه كده لحد ما يبقى عندي بالقوام ده واللون ده. انا عايزاه يبقى فاتح كده عشان تبقى الكيكة هشة معايا وجميلة. بعد كده بقى هضيف باقي المكونات. عندي كوباية لبن وزبادي، عاملة نص زبادي ونص لبن. ممكن تستخدموا الكوباية كاملة زبادي او كوباية لبن براحتكم. بعد كده برضو عاملة ميكس ما بين الزبدة والزيت، كوباية، والكوباية اللي بعاير بيها هي اللي بعاير بيها كل حاجة. وبعد كده هرجع اضربهم تاني، وممكن تستخدموا زيت بس براحتكم، بس الزبدة بتديها لها طعم حلو جدا. عندي بقى كوباية ونص دقيق، هبتدي انخلهم كده. وهحط معلقة بيكنج باودر صغيرة مليانة كده، وهحط معلقتين لبن بودرة وده اختياري بس هو بيدي لها طعم حلو، ورشة ملح صغيرة، ونص كوباية جوز هند ناعم. وعندي كوباية سميد اللي هو السميد البسبوسة العادي اللي بنعمل منه البسبوسة. وبعد كده هقلب المكونات مع بعض من تحت لفوق كده. هقلب كويس عشان ما يبقاش فيه دقيق، واحيانا بيبقى فيه في البولة من تحت دقيق كده، فقلبه كويس. هو ده القوام عندي مظبوط جدا، المقادير دي مظبوطة جدا. بعد كده عندي صينية مدهونة زبدة، هحط فيها الخليط. الفرن شغال على درجة حرارة 180، وهدخل الصينية على الرف الوسطاني. هي قعدت معايا بالظبط نص ساعة في الفرن. هبتدي اخبط الصينية كده خبطتين كده. بعد كده هتطلع معايا الصينية بالجمال ده. بعد ما تطلع هسقيها بالسيرب كده. انا كنت سايبة السيرب على البوتاجاز عشان يفضل دافي كده. وبعد ما طلعت الكيكة ب3 دقايق كده، قمت سقياها على طول بالشربات، كان دافي. وسيبوها بقى ترتاح ساعتين او ساعة براحتكم. انا سبتها ساعة بس. وهبتدي بعد كده اقطعها. قطعوها بقى التقطيعة اللي انتوا حابينها براحتكم. هرش عليها رشة جوز هند كده، وشوية مكسرات لو متوفر او لو حابين براحتكم. الكيكة دي طعمها حلو جدا، بجد تحفة. بالنسبة لي السكر بتاعها كان مظبوط جدا.
وزي ما قلت لكم لو انتوا حابينها مسكره حطوا الكوبايه كامله سكر. شايفين عامله ازاي؟ ما شاء الله حلوه جدا. ولو انتوا حابينها تبقى رفيعه عن كده حطوها في صينيه اكبر من كده. بس بالنسبه لي هي كانت جميله جدا كده، وكان الارتفاع بتاعها كويس جدا. كانت طريه وجميله ما شاء الله، طعمها حلو جدا. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، واكتبوا لي ايه رايكم فيها، وما تنسوش تجربوا وصفاتي، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد.